دمست فول في ساعة واحدة بس وطلع كريمي ودايب ورهيب والقشرة بتاعته ناعمة جدا، بجد مش هتدوقوا فول في جماله. وده أحلى طبق فول ممكن تاكلوه على السحور، جربوه بنفس الطريقة مش هتعملوا غيره. جبت كيس فول وأخدت منه شوية، دول حوالي 300 جرام، وحطيت عليهم مية سخنة تغطيهم، وأهم حاجة بقى رشة من الكربوناتو أو البيكنج صودا بتخلي حباية الفول طرية ومش ناشفة. بسيبه لتاني يوم حباية الفول كبرت، وده شكله بعد ما غسلته. ده أحسن شكل دماسة للفول، بس لو ما عندكوش عادي اعملوه في حلة وهقول لكم ازاي يطلع معاكم ولا غلطه. بنحط الفول لحد نص الدماسه، ونحط عليه كوبايه من الفول المدشوش، نص كوبايه من الجزر المبشور، نص كوبايه من العدس الاصفر، و3 فصوص توم. مش بحب احط الليمون بقشره، بعصر ليمونه واحط عليها رشه من الكركم بيحافظوا على لون الفول. ربع معلقه صغيره من الكربونات، وهتخلي الفول يستوي معاكم في ساعه بالظبط، وكمان هيخلوا الفول دايب والقشره بتاعته ناعمه. ومعلقتين الزيت دول مستحيل يخلوا الفول يسود حتى لو عملتيه في حله. هنغطي كل ده بميه مغليه، بعدين نقفل بورقه زبده عليها ورقه فويل، ونقفل بالغطا كويس عشان الميه ما تتبخرش، ونحطهم على نار عاليه تغلي غلوه. بعد كده نهدي النار خالص. طلبتوا مني بقيت تفريزات رمضان وخصوصا الطماطم، ما اكدبش عليكم احنا اهل ما كانش عندي وقت، فطلبت كل الحاجات اللي كانت ناقصاني من فود فيري، ودي براند بتعامل معاها من زمان، متخصصه في كل انواع تسبيكات الطماطم والبصل والثوم، وعندهم تتبيلات حاجتهم تحفه وبجد بينقذوني. بصوا الثوم بيبقى بالواحده كده بطلعه من الفريزر على الطبخ على طول، ده غير البصل المفروم وميه البصل التتبيلات وكل انواع تسبيكات الطماطم. ما تستهونوش بالحاجات دي، بجد بتسهل الدنيا جدا. يعني مثلا خلطه المحشي الحلوه دي تحطوها على الرز في ثواني يبقى جاهز، وعاملين كمان خلطه فراخ بانيه وخلطه بوفتيك لسه جداد. نرجع بقى للفول، بعد ساعه بالظبط طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كريمي ودايب وخطير، والقشره بتاعته مش هتحسوا بيها خالص. ده اللون الطبيعي للفول، مش اي لون تاني، وده زي اللي بنشتريه واحلى مليون مره، ده غير انه كمان مستحيل يسود منكم. نعمل بقى اجمد طبق فول للسحور. هنحط شويه زيت زيتون وبصل وتوم مفروم، شايفين بقى ولا قطعت بصل ولا فرمت توم، فود فيري مسهلين عليا الدنيا جدا. هنحط كمان طماطمايه مكعبات وشويه من الطماطم البيور الفريش. نقلب كل ده مع بعض. مش عايزه اقول لكم الخلطه دي كانت ريحتها قلب الدنيا ازاي. البهارات ملح وفلفل اسود وكمون، مش عايزين اكتر من كده. نحط بقى شويه من الفول الخطير اللي احنا عملناه، لو بتحبوا الشطه حطوا حاجه بسيطه. الفول ده يا جماعه لو جربتوه مره هتدمنوه، وعد مني. ما احتجتش حتى ان انا اهرسه، هو دايب كده. هنحط بقى طحينه بصل وطماطم وبقدونس وشويه من زيت الزيتون، وشوفوا لي جمال الطبق. قولوا لي لو حابين طول رمضان نعمل اطباق مختلفه للفول. المهم تجربوا الطريقه دي عشان بجد مفيش ألذ من كده.